طب شايف الكلمتين اللي ظهر على الشاشة دول؟ لو انت ما تعرفش الفرق ما بينهم في النطق والمعنى يبقى الفيديو ده بالنسبة لك حياة او موت. الكلمتين دول بيحصلوا كتير جدا في الانجليش ومهم منك تفرق ما بينهم. دقيقتين بالعدد هظبط لك النطق بتاعهم ونعرف الفرق ما بينهم واصحح لك اي معلومة خاطئة في استخدامهم. ما يلا بينا نبتدي مع بعض. ما تيجوا نبتدوا مع بعض، لا نبتدوا دي اسكندراني، ما تيجوا نبتدي مع بعض بأول كلمة اللي أغلبنا عارفينها وهي لانش. كرر ورايا، لانش. ممكن تزود تي وتقول لانش، بس النطق الشائع هو لانش. لانش معناها الغداء، اغلبنا عارف كده، بس في اخطاء شائعه واحنا بنستخدمها. اول حاجه الناس بتحط قبلها ماي وده غلط. ما تقولش I'm having now my lunch، لا قول I'm having lunch، انا بتغدى دلوقتي I'm having lunch. وما تقولش برضو I'm having a lunch، اوكي؟ لان في اغلب الاحوال lunch بتبقى كلمه لا تعد وما بتحطش قبلها لا ايه ولا اي حاجه. طبعا احيانا بتجمع، بس ده موقف اخر وفيديو اخر نتكلم عليه. لكن الطبيعي ان احنا بنقول I'm having lunch، انا بتغدى دلوقتي. طبعا شويه كلمات بتحب تيجي جدا مع لانش وبتديها معنى اخر، زي مثلا lunch hour او lunch break، يعني ساعه الغداء اللي انت بتاخدها في الشغل او البريك بتاعك، الراحه بتاعتك. لما اقول لك مثلا I'm gonna call you، أنا هكلمك during my lunch hour، يعني أنا هكلمك خلال ساعة الغداء بتاعتي أو البريك أو الاستراحة بتاعتي. في مصطلح كمان اتكلمت عليه من كام يوم وهو there is no such a thing as a free lunch، يعني مفيش حاجة ببلاش، مفيش حاجة مجانا في الدنيا. لو زودنا بقى you على lunch بتقلب بكلمة تانية خالص وهي ليها نطقين، واحد بريتش بريطاني والتاني امريكان. ممكن تقول launch launch، وممكن تقولها launch، لكن الاولانيه lunch. يبقى lunch، هركز بقى على الامريكان pronunciation اكتر عشان ما نلخبطش نفسنا. lunch، والتانيه مد بقى launch، وانت التي برضو lunch launch. اوكي طيب، launch معناها ايه؟ معناها يطلق او يبدأ شيء. خلينا اديك مثال. The company promised to launch a new car next year، يعني الشركة وعدت انها تطلق عربية جديدة السنة القادمة. promised to launch. ممكن كمان تيجي بمعنى يبدأ، لما اقول لك مثلا she launched her career as an accountant، يعني هي بدأت الكارير بتاعها كمحاسبة، واحدة شغالة كمحاسب يعني. اوكي، she launched her career as an accountant. كده احنا انتهينا من الفرق ما بين lunch و launch. launch. لو الفيديو عجبك شير ولايك وادعم المحتوى وخليني اشوفكم على خير.